كتير من الآباء والأمهات بيلاقوا نفسهم في تحدي كبير جدا لما أولادهم يوصلوا لمرحلة المراهقة. فجأة كده تلاقي الصوت بيعلى وكلام ممكن يكون جارح أو مش مقبول خالص بيتقال. الشرح ده هيوضح إزاي نتعامل مع الموقف الصعب ده بس بطريقة فعالة وصحيحة. وده هو السؤال اللي بيلمس تجربة ناس كتير قوي. اللحظة دي بالذات بتكون صعبة ومربكة، وبتخلي الأهل واقفين مش عارفين المفروض يتصرفوا إزاي. في الدقايق الجاية هنقدم إجابة واضحة وعملية للمشكلة دي. طيب خطتنا النهاردة هتمشي إزاي؟ أول حاجة هنفهم طبيعة نوبات الغضب دي. بعد كده هنكشف الصراع الداخلي اللي بيحصل جوه عقل كل مراهق. بعدها هوضح لكم بالظبط إيه هي الخطوات الصح اللي المفروض تتاخد. وفي الآخر خالص هنبص على الهدف الأبعد والأهم، وهو بناء علاقة قوية تستمر العمر كله. تمام، يلا بينا نبدأ بالجزء الأول. مهم قوي نبقى فاهمين إن المرحلة دي بتكون عاصفة من المشاعر المتلخبطة. بس خلينا نكون واضحين جدا من الأول. إننا نفهم ده مش معناه إننا نتساهل. الفهم ده حاجة، والسماح بتجاوز الحدود حاجة تانية خالص. في فخ كده كبير ناس كتير بتقع فيه، وهو فكرة يا عم دي مرحلة وهتعدي. بس الحقيقة إن لو السلوك ده اتساب من غير توجيه، المراهق بيتعلم إن دي طريقة عادية ومقبولة للتعبير عن غضبه. يعني هو مش هيصحى يوم عيد ميلاده ال18 يلاقي نفسه فجأة بقى شخص هادي ومحترم، لا، العادات اللي بتكمل معاه العمر كله بتتكون دلوقتي. والجملة دي بتلخص الموضوع كله. البيت مش مجرد مكان بناكل وننام فيه، لا، ده هو الملعب اللي بتدربوا فيه على أهم المهارات في الحياة، المهارات الاجتماعية والعاطفية. اللي بيتعلموه جوه البيت هو بالظبط اللي بيطبقوه بره في العالم. ودلوقتي وصلنا لأهم حتة في فك اللغز ده كله. اللي بيحصل ده مش مجرد تمرد وخلاص، لأ، دي معركة عنيفة بتحصل جوه عقل المراهق نفسه بين جزئين مختلفين تماما عن بعض. تخيلوا معايا كده إن جوه كل مراهق فيه الجزئين دول بيتخانقوا. الجزء الأول هو المندفع العاطفي، هو ده اللي بينفجر في لحظة الغضب وبيقول كلام زي أنا بكرهكم، لكن في نفس الثانية دي بالظبط بيكون في صوت تاني جوه، صوت خافت للجزء العاقل اللي بيصرخ وبيقول لنفسه إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا مش قصدي كده خالص. يعني نقدر نقول إن اللي بيحصل ده مش قلة أدب مقصودة، قد ما هو أشبه بعملية اختطاف مؤقتة للعقل العقلاني. ولما بنستوعب الفكرة دي، طريقة تعاملنا كلها مع الموقف لازم تتغير. طيب كده فهمنا إيه اللي بيحصل جواهم. السؤال الأهم بقى، نعمل إيه؟ إيه التصرف الصح في اللحظة دي؟ الجزء ده هيقدم خطوات عملية واضحة جدا للتعامل مع الموقف لحظة بلحظة. دي القاعدة الذهبية الأولى. في عز عاصفة الغضب المراهق بيتكلم من الجزء المندفع بتاعه. أي محاولة للنقاش أو اللوم أو العتاب في اللحظة دي بالذات هتبقى زي ما بنصب بنزين على النار. هدوء الأهل هو اللي بيكسر الدايرة دي وبيسحب فتيل الأزمة. التصرف المثالي بيتلخص في الثلاث خطوات البسيطة دي. أول ما الكلام اللي مش مقبول يتقال، النقاش لازم ينتهي فوراً وبشكل حاسم، مش كعقاب، لأ، كطريقة لوقف التصعيد. بعدها كل واحد فينا ياخد مساحة عشان يهدى، الأب أو الأم والمراهق. وبعد فترة لما العاصفة دي تعادي تماماً بنبدأ الخطوة التالتة. والنقطة دي بقى بصراحة عبقرية، وبتورينا إزاي نفتح الكلام تاني صح. سؤال ليه عملت كده؟ ده سؤال دفاعي بيخليهم على طول يجهزوا مبررات، لكن سؤال إيه اللي حصل؟ بيفتح لهم باب للتفكير والتحليل. كتير قوي من المراهقين نفسهم رد فعلهم بيكون والله مش عارف، أنا اتخضيت من نفسي. السؤال ده بيساعدهم يفهموا نفسهم الأول. لحد هنا احنا كنا بنتعلم ازاي نطفي الحرايق اللي بتقوم. دلوقتي خلينا نتكلم عن ازاي نبني بيت قوي ومتين. الطريقة دي مش مجرد حل سريع لسلوك سيء، لا، دي استراتيجية طويلة المدى عشان نبني علاقة أقوى وأعمق معاهم. كل مرة بنتعامل فيها بهدوء ونرجع نتكلم مع الجزء العاقل اللي جواهم، احنا بنكسب كل الفوائد دي. بنعلمهم ينظموا مشاعرهم لما بيشوفونا بنعمل كده قدامهم، وبنبني ثقة بينهم وبيننا لأنهم بيحسوا إننا معاهم مش ضدهم في أصعب لحظاتهم. والأهم من ده كله، بنبعت لهم رسالة واضحة قوي: أنا عارف إن جواك شخص كويس، وأنا هنا عشان أساعد الشخص ده إنه يظهر ويسيطر على الموقف. ودي الخلاصة النهائية لكل اللي قلناه. الهدف مش إننا نكون شرطة بيراقب تصرفاتهم، الهدف إننا نكون حليف للجزء الكويس والعاقل اللي جواهم. إحنا بكده بنقول للجزء ده أنا شايفك وسامعك ومصدقك، وتعالى مع بعض أنت وأنا نساعدك تبقى أقوى وتتغلب على الجزء المندفع. وبكده الشرح ده بينتهي بسؤال مهم جدا. في كل مرة بنتعامل فيها معاهم احنا بناخد قرار. هل هنوجه كلامنا للجزء المندفع ونولع الدنيا أكتر، ولا هنوجهه للجزء العاقل ونساعده يكبر ويبقى أقوى؟ الاختيار ده هو اللي بيشكل علاقتنا بيهم النهاردة وبكرة
والآخر العمر.